365 يوم عشان يبقى عندي 31 سنه، دول 365 خطوه عشان اروح من خطوه A لخطوه B. كده كلير صح؟ هم 365 خطوه، فانت لازم تكون فاهم ان هي مش يلا انا عايز بجيب 50 مليون، انا عايز اجيب 100 مليون، ده عند خالتك. هي اسمها انا بجيب 50 مليون وهعمل 365 خطوه في سنه او في 2 او في 6 شهور، بس في وقت، لان هو جروينج، لان هو نمو. انا ما بروحش الجيم النهارده وعضلاتي بتطلع النهارده، انا ما بنزلش النهارده الشغل وببقى اشطر واحد ونمبر 1 النهارده في الشغل، انا مش بتعلم النهارده اصور بالكاميرا وبكره الصبح هبقى احلى دي او بي في العالم. هو نمو. فانت عشان تنمو لازم تبقى فاهم اصلا ان ده نمو، لازم تبقى فاهم اصلا ان الخطوه من 50 مليون انت فلوس بتجيبها ل 100 مليون فلوس بتجيبها، او من 1000 جنيه فلوس بتكسبها ل 10000 جنيه فلوس بتكسبها، هي مش ضربه حظ، وهي مش كلاينت حلو، وهي مش يلا هوبا، وهي مش انا اتعلمت دي فبقى معايا ده. هو جرو. هو انا النهارده بتعلم حاجه فبتزود جنيه من غير ما اشوف، بكره بتعلم حاجه تانية وبتزود جنيه من غير. يعني ايه جنيه من غير ما اشوف؟ يعني انا بزداد معلومات وبزداد علم وثقافه ومهاره ومش فلوس، الا بعد مره واثنين وثلاثه واربعه ويمكن 38 مره، وفي المره 39 يبتدي يبان ان انا بقيت بفهم فازداد فلوس. فهنا ده هو النمو. فدايما وانت بتفكر كده الخطوات بتاعه الشركات اللي بنقعد معاها يقول لك انا النهارده بعمل اكس وعايز اعمل تريبل اكس السنه الجايه. ازاي يعني؟ احنا هنتشقلب؟ لازم يبقى فيه بلان، ولازم انت تبقى فاهم ان هو نمو، ولازم تبقى فاهم ان النمو ده ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، ولازم تبقى فاهم ان النمو ده محتاج 50,000 عامل عشان يحصل النمو. ما هو انت بتكبر من 30 ل 31 في 365 يوم، ودي المكنه اللي عاملها ربنا. تخيل بقى البيزنس ولا حياتك ولا فلوسك هتنمو ازاي اذا كان ربنا بيخلي المكنه تنمو سنه في 365 يوم. فاهمين قصدي؟ سلام عليكم. بس لو عجبك الكلام ده اعملي كومنتس تحت هنا، تلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.